اهي يا جماعة الملوخية بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. اهي خطيرة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. النهاردة هو ده طبقنا، الطبق الرئيسي هو الملوخية الخضراء، وهتعجبكم جدا، والخطوات سهلة وبسيطة، وده شكلها لما اتعمل، وهديكم دلوقتي خطواتها ازاي والى الخطوات. النهارده بقى الملوخيه معانا، عندي شوربه بط هعمل بيها ملوخيه. انا بستخدم ملوخيه بسمه من احسن انواع الملوخيه. بحط 4 كوبايات شوربه، بط، فراخ، لحمه اللي عندك، وهدي النار وهقص الكيس بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهصبه في الشوربه. اسهل من كده مفيش، واجمل من كده مفيش. هبتدي كده، نزلت الكيس، هبتدي بقى بالمضرب. طبعا الشوربه متحيقه، يعني ايه متحيقه؟ يعني ملحها مظبوط، فلفلها مظبوط، بحيث ان انت لو عندك اي شويه شوربه متبقيين خليهم في يوم هينفعوا. شويه ملوخيه خضراء، تجيبي كيس بسمه ده ب 13 جنيه، او بتحبي تجيبي وتخرجي براحتك. انا بالنسبه لي بستسهل الكيس دوت. هياخد غلوه كده ما شاء الله اهو، فلفل جميل. انا فكيته وحطيته. الملوخيه تاخد فوره كده، وهعمل التقليه. هنا الملوخيه بتاخد وقت شويه عبال ما تفور، علشان خاطر طبعا الملوخيه كانت متلجه. ناخد بالنا من الحكايه ديت. وانا معليه ولغايه ما يحصل كده بقى هوريكم الدقه اللي انا عاملاها واعملها. دي راس توم مدقوقه، وديت معلقه سمنه بلدي مع شويه زيت عباد او زيت ذره. طب ما كانش عندي سمنه بلدي بعملها بزيت الذره او بالمتاح عندي، او بحته دهن، حته ليا، حته سمينه لحمه. اي ماده دهنيه عندك هتدي نتيجه جميله. والكزبره الناشفه اهيت. وانا بحمر التقليه دلوقتي هوريها لكم اعمل فيها ايه، اللي هي في الاخر بتشعل على الملوخيه. كده يا جماعه خلاص، هي كده كانها فوره كده فريتها. انا بالنسبه لي كده كفايه جدا. هنقلها من على العين وهحطها جنبي كده، وهحط التقليه، طشه الملوخيه اللي انا هعملها، اللي هي الثوم والكزبره الناشفه. اول حاجه بحط الثوم قبل ما بحط الكزبره، وابتدي ايه، معلقه السمنه مع شويه الزيت الذره. والمتاح عندك طبعا، دايما بقول لك بركز على كده. انا لو في حاجه مش متاحه الدنيا ما بتقفش. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت هنا عملتي الملوخيه، وجبه الملوخيه من شويه شوربه كانوا عندك، وجنبها بتنجان مدقلك اللي هو المخلل دوت، وكام رغيف عيش، شويه مخلل، اتغديتوا. نستمر في التقليب لغايه لما احس ان الثوم يعني مسك نفسه كده، ما بقاش طري قوي. تمام. طبعا سخنه. في الحاله دي كده اهو، في اللون ده كده بحط كزبره ناشفه معلقه كبيره. هقلب. لو خلصت الطشه كده يا جماعه، الطشه تمام، حلوه قوي قوي كده اللون. بسم الله الرحمن الرحيم. عند في النار كبشه بقى، ننزل الكبشه، ننزل بقى ايه كل الحاجات دي موجوده هي كده. ومش هننسى، مش هنغطي،
عشان لو غطينا هتسقط الملوخيه. يعني ايه تسقط؟ يعني تنزل في القاع وتنفصل عن الشوربه، فاحنا مش هنغطي. واذا اضطر حد يغطي بعد دقيقتين يواري بالغطا، لكن اول دقيقتين لا 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 مش هنغطي، وهنسيب كده. هنفضل ايه نقلب الكلام ده كده ببعضه، مش هنطش ونسيبها لا. ولو حد اضطر يغطي هيغطي بغطا موارب خالص خالص. ويا جماعه احلى ملوخيه، بسم الله ما شاء الله. الريحه والطعم هيعجبكم جدا، وبالهنا والشفا. وكده بقى ايه، حطوا معاها شويه مخللات، شويه بدنجان، رز ابيض فايض عندك، شويه عيش ملدنين. ملدن يعني ايه؟ يعني ولا طري ولا ناشف، بين الاتنين، ده العيش الملدن. وتاكليهم بيها الله الله الله. وصحه وهنا عليكم وعلينا يا رب وعلى الجميع. ومع السلامه. اهي يا جماعه الملوخيه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله اهي، خطيره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.